السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل بسكوت النشادر، هنعملها بطريقه حلوه قوي ومقادير مظبوطه جدا. ان شاء الله لو عملتيها هتعتمديها على طول، لان هي فعلا مظبوطه من سكرها لطعمها لخيبشتها. يعني بصوا الرسمه بتاعتها زي ما هي، بصوا ولا بتتغير. حتى حجمها في الصينيه مش بتزيد خالص حجمها ان شاء الله في الفيديو واحنا شغالين هقولك على كام حاجه لو عملتيها بالظبط ان شاء الله هيطلع معاكي كويس قوي وهيعجبك جدا. يعني بصوا البسكوته، بصوا ما شاء الله من جوه عامله ازاي، بصوا. وهيدوب معاكي كده لما تيجي تاكلي بيه الشاي، يعني تشربي معاه الشاي هيبقى حاجه فظيعه جدا. يعني هو مقرمش قوي ومخيبش كده، وفي نفس الوقت من جوه بصوا عامل ازاي، جميل جدا. بس بقى لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا المقادير اللي هعملها دي مقادير 2 كيلو بسكوت. انا هعمل ايه؟ انا معايا كوبايتين من السمنه، وضروري جدا ان السمنه بتاعتك تكون موجوده في التلاجة. يعني انا هحطها من بالليل في التلاجة لحد ما مسكت نفسها معايا زي ما انتم شايفينها كده بالظبط. تمام، ما ينفعش خالص تبقى بدرجه حراره المطبخ. تمام. هاخد عليها كوبايه من الزيت، يبقى كوبايتين سمنه عليها كوبايه من الزيت. طبعا الزيت ده بيديها قرمشه حلوه قوي برضو. لو انت حابه تعمليها كلها بالسمنه براحتك، بس الزيت لا، انا بحب قوي فيها الزيت. معاها 3 كوبايات ونص من السكر البودر. مهم جدا ان هو يكون بودر، ما ينفعش حبيبات خالص. وبرضو ببقى لازم ان انا ببقى نخليه، يعني انا نخلته وحطيته في الطبق. تمام. هعمل ايه؟ انا هاخد بقى كل الكلام ده مع بعض، هفضل اضربه لحد ما احس ان لونه ابيض كده وبقى الخليط بتاعي كريمي. هضربها ونشوف هنعمل ايه. خلاص كده. انا بعد ما ضربتها كويس واتاكدت بصوا لونها بقى فاتح معايا وبقى كريمي خالص، هعمل ايه؟ هبدا بقى. انا معايا 8 بيضات. هنزل بالبيض. طبعا البيض طبعا في بيض لازم نحطه معاها فانيليا. طبعا لو انت هتستعملي بواكي حطي لكل بيضه باكو فانيليا. انا معايا كان عبوات اللي هي السايبه دي، حطيت تقريبا معلقه صغيره من الفانيليا. هنزل بصوا بيضه بيضه. طب انت لو نزلتي خلي بالك، لو نزلتي بالبيض كله مره واحده هتلاقيه فصل منك. انا بصوا ضربت بيضه اهو، بص اختفت معايا خالص. اول ما تختفي بروح نازله بالبيضه التانية، وافضل اضرب لحد برضو البيض ما يختفي معايا خالص. بنزل بالبيضه اللي بعديها لحد ما اخلص كل كميه البيض دلوقتي انا معايا 2 كيلو من الدقيق، انا نزلت بكيلو واحد منه عشان يعني هحط الكيلو الاول وبعد كده انزل بالكيلو التاني. ومعاه باكوين من البيكنج باودر. تمام. برضو الدقيق انا ما بحبش انزل بيه مره واحده، انا نزلت بالكيلو الاولاني كده، وبعد كده ببدا ان انا الف العجينه مع بعض واحط اللي بعد كده الكيلو التاني. وهنزل معاها بمعلقتين، بصوا انا عايزاهم مليانين من النشا. النشا من الحاجات الحلوه اللي بتديها قرمشه كويسه. تمام. طب انا لو ما عنديش نشا ايه المشكله؟ مش مشكله خالص، ممكن تستعملي الكاسترد بيديها طعم حلو ولون حلو برضه. معايا كمان نص كوبايه من اللبن. تمام. وهحط عليها معلقتين ممسوحين من النشادر. هحط معلقتين، بصوا انا مسحاها شبه تقريبا ما فيهاش حاجه خالص. باخد المعلقه كده، بص بمسحها بايدي كده بحيث ان تبقى ممسوحه خالص. النشادر كترها هتخلي النقشه بتاعتها تروح وهتنفش معاكي ومش هتبقى حلوه خالص. هحط المعلقتين النشادر كده واقلبها بس ايه كويس في نص كوبايه اللبن. اقلبها كويس وننزل بيها على كميه الدقيق او كميه الخليط اللي احنا بنعمله اهو. ننزل بالكميه كلها نص كوبايه بس. وهبدا بقى اجيبي اي معلقه سبوتيولا، اي حاجه عندك بقى تقلبي بيها ايه الخليط كويس. نبدا نقلب. برضو من الحاجات المهمه اللي بتخلي البسكوت بتاعك ينجح ان انت ما تعجنيش في البسكوت. وهنبدا ننزل برضو، بصوا انا دقيق الكيلو التاني من الدقيق برضو ما نزلتش بيه مره واحده، هنزل بنصه وهقلبه. وابدا انزل حبه حبه لحد ما العجينه معايا تلم كلها مع بعضيها. من الحاجات برضو اللي الناس ممكن تخطأ فيها ان هي تنزل بكميه الدقيق مره واحده وبعد كده تحس ان هي نشفت معاكي. لا، فانزلي واحده واحده. ومهم برضو ان يكون الدقيق منخول. وهننزل برضو حبه حبه وما تقلبي وما تخلطي، يعني ما تعجنيش فيها. انزلي وقلبي. نبدا ننزل ونقلب. انا طبعا الدقيق قبل ما بشتغل ببقى نخلاه عشان اضمن اللي هو بيدخل له هوا ويبقى يطلع البسكوتة برضو معاكي نافشه كده وحلوه. وابدا اقلب، مش هعجن فيها خالص زي ما شايفين كده بالظبط. طبعا انا حسيت بقى كده خلاص مش محتاجه المعلقه في حاجه فهشيلها وابدا الف بايدي اهو. شايلاها لفي كده، لان طبعا انت العجينه بتبان في الايد اكتر من المعلقه. انت بايدك كده هتحسي ان هي بقت محتاجه حاجه او مش محتاجه. ممكن تحسي ان هي كميه دي ياما، لو نزلت معاكي كميه دي ياما ما فيش مشكله انزلي لبن، بس الاحسن انت تنزلي دي شويه بشويه كده اهو.
وابدأي لفي، خديها من تحت كده لفوق، من تحت لفوق بطراطيف صوابعك لحد العجينه ما تلاقيها بقت كويسه معاكي. هي تقريبا المقدار بتاعنا بيبقى مظبوط جدا، 2 كيلو للبسكوت 2 كيلو دقيق بياخدهم كلهم تقريبا اهو. وابدا انزل واحده واحده واقلب. بسكوته ما شاء الله، يعني ان شاء الله هتعجبكم جدا، جميله ومنفوشه كده، وحاجه جامده والله، على قد ما هي مقاديرها برضو بسيطه ومعقوله. طبعا انت لو عايزه تقللي المقادير مفيش اي مشكله خالص على فكره، وهسيب لك مقادير كيلو لو حبيتي تعملي كيلو، هسيب لك تحت في صندوق الوصف اللي بيحب يعمل كميات قليله. هنزل برضو اهو، بصوا شويه شويه ورناش حاجه. وبرضو بصوا يعني زي ما شايفين كده انا ما بعجنش اهو بس. طب انا هعرف كده كميه الدقيق بقت حلوه كفايه كده ولا احط امتى؟ لما تبصي العجينه تعمليها، بصي يعني تدوسي عليها كده تلاقيها ما بتشققش ولا بتلزق في ايدي وما بتشقق. بصي عجينه ممتازه ما شاء الله عليها، قمر اهو كده تمام. هجيب بقى المكنه بتاعتي، نبدا بقى نشكل البسكوت بتاعنا. بصي جيبي الصينيه بتاعتك بقى او الصاج اللي هتشتغلي عليه، ما فيش اي مشكله. اهم حاجه انا بحب يعني اخبز في حاجه المونيا، بتبقى النتيجه بتاعتها احسن كتير من اي حاجه تانية. تمام. والشكل برضو اللي يعجبك، انا الشكل ده بحبه قوي في البسكوتات، بيطلع شكله حلو كده وبيبقى مقرمش كده وجميل. تمام. انا سبت مسافه بسيطه بين كل بسكوتيه والتاني، مع انها على فكره ما بتكبرش خالص ولا حجمها بيزيد خالص، بيبقى زي ما هتحطيها زي ما هتلاقيها ان شاء الله. حاجات برضو من الحاجات اللي بحبها قوي اللي انا اعملها في البسكوت بتاعي، اللي انا احب اجي على الطرف بتاعها واحاول اسويها عشان ما تبقاش مشرشره وتبقى شكلها مش حلو. وبرضو وانا ساعات وانا بتنزليها ساعات بتتعوج منك بسيط، شمال بيتعوج منك، فانا برضو مش عايزه هتطلع بالشكل ده، فانا مش عايزه البسكوته بتاعتي تطلع معوجه، انا عايزاها تطلع ستريت كده تبقى شكلها حلو. فانا هاجي برضو السكينه بتاعتي في ايدي على طول كده طول ما انا شغاله، ابدا اظبطها، اسوي الطرفين وابدا اسويها بحيث ما تبقاش ايه متنيه، ما تبقاش شكلها وحش. لما بعد ما تستوي ان شاء الله وتيجي تحطيها في الطبق كده يبقى شكله قمر. بصوا اهو انا عملتها بالشكل ده. طب انا هعمل ايه بقى؟ انا هكمل بقيه الصواني بتاعتي كلها بالشكل ده وبحطها في الفرن. انا بحطها على درجه حراره 180 لحد ما تاخد اللون الذهبي الفاتح الجميل بتاعنا ده. تمام. طبعا انت لو عايزه تغمقي لونها تفتحي لونها دي حاجه بتاعتك انت، ماشي. انا بحبها لونها معقول، بيبقى ذهبي كده وجميل. هحطها في الفرن اول ما تستوي نطلعها نشوف شكلها. خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها. طبعا هي مش الكميه دي بس، طالعه بسم الله ما شاء الله. بصوا الرسمه بتاعتها زي ما هي، ما اتغيرتش خالص. بصوا واللون بتاعها عامل ازاي من تحت، لونها وشكلها وطعمها وكل حاجه ان شاء الله هتطلع معاكي حلوه قوي. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاعي بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله.